لكن مفيش منظمة في العالم تبنت فكرة التعامل بالفضل. عايز أقول لك إن كل المؤسسات القانونية وكل أنظمة العالم بتسعى لتحقيق العدل. القوانين أصلاً اتحطت عشان تحافظ على العدل بين الزوج والزوجة، بين الموظف والمدير، بين البايع والشاري. لا مش يفتحان لا دي حاجة تانية. لكن مفيش منظمة في العالم تبنت فكرة التعامل بالفضل، مع إنه أحسن بكتير قوي، وطبيعي يكون أحسن لأنه عملة ربنا اللي بيتعامل بيها مع عباده. ايوه امال ايه؟ انت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا بالعدل؟ انت عارف لو ربنا عاملنا بعدله هيحصل فينا ايه؟ هنضيع. ببساطه شديده، انت في احسن الاحوال عبدت ربنا 60 سنه، تدخل الجنة 60 سنة وشكرا، ملكش حاجة تاني. لكن انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحسن ختامك وتمشي عدل بس آخر أسبوع في حياتك، تدخل الجنة وتعيش فيها إلى ما لا نهاية. ده اسمه فضل ربنا عليك. وكده كده محدش هيدخل الجنة بعمله، كلنا إن شاء الله هندخل الجنة برحمة ربنا.